سيكون دورها وما هي نظرتكم لها لو قدر الله لكم أن تتولوا رئاسة مصر؟ المرأة المصرية احنا ظلمناها ظلم، لأن احنا بقينا بنعبر عن المرأة المصرية بالستات اللي كانوا بيطلعوهم في التلفزيون، الأستاذة فلانة والدكتورة فلانة والسفيرة فلانة والاستوديو الفلاني، وننسى المرأة المصرية اللي احنا شايفينها مهانة في الشوارع، في الأتوبيسات خارجة من المصالح الحكومية ولا بتركب وسيلة مواصلات. بأي سلطان الثلاثة أربعة اللي بيطلعوا في التلفزيون هم المعبرين عن المرأة، وزوجة ده وده 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 وأمه وأخته مش معبرين عن المرأة وهم بالملايين؟ فبالتالي بقى يقولوا لها اخرجي للعمل، فتخرج فإذا بها تهان في المواصلات، وإذا بها في العمل كذا، وإذا بها بتشتغل الصبح في شغلها وترجع بعد الظهر تطبخ وبعدين وتغسل وبعدين تعمل مش عارف ايه وتسوي. فبالتالي احنا مضيعين البلد كلها علشان الثلاثة الأربعة اللي بيطلعوا في التلفزيون. وبقت المرأة تتمنى تقول أنا يا ريت والله أعمل ايه عشان أتجنب الإهانة دي، ومش عارف تقول والله لولا الشديد القوي ما كنت نزلت مثلا. فالمجتمع فقد كرامته يوم جعل المرأة مكرهة، ويوم جعلها مضطرة، ويوم ما جعلها بتلعن اليوم اللي بتنزل فيه، وهذا حرام، تلعن اليوم اللي بتنزل فيه إلى الشارع عشان الست فلانة اللي بتتكلم في التلفزيون قالت إن لازم تنزل. فبالتالي أنا الذي أتصور أنه لابد أن يكون موجودا يقوم على الآتي: ما فيش حاجة اسمها المرأة، وإنما في أنواع. في واحدة تخرجت من الجامعة ولم يأتيها عريس بعد، وعندها مثلا 7-8 سنين لم تتزوج وقاعدة فاضية تماما، دي لابد أن أجد لها سبيل تتعلم وتدرس وتدرس وتشتغل لازم، ولا تقعد فاضية إذا كان ليس ما وراش حاجة خالص. واحدة تانية مشغولة، واحدة تزوجت وعندها أطفال، لابد أن أكفل للمشغولة اللي عندها أولاد بترضعهم وبتربيهم وبتكبرهم، أكفل لها كرامة أنها تستطيع أن تتوفر على رعاية أبنائها، والمجتمع يعتبر ده شغل وده شيء محترم. وأكفل للإنسان اللي فاضية وعندها وقت فراغ ومش عارفة تعمل إيه أنها تجد عمل يناسب أخلاقها ويناسب تدينها. هو ده العدل، هي دي الكرامة. إنما إحنا علشان جيهان السادات ولا سوزان مبارك ولا مشيرة خطاب ولا مش عارف مين اللي كانوا بيطلعوا نكره 1 ولا 10 مليون امرأة مصرية على إنه غصب عنها تبقى كده؟ لا، مش ممكن. الشيء الثاني إن المرأة في بلادنا أحيانا تجلس في مكتب لمدة 15 سنة مع زميل لها في الشغل. هي المكتب كده، الأوضة دي الأوضة اللي فيها مكتب فلان ومكتب فلان، يقعدوا 15 سنة من 8 الصبح ل 4 العصر قاعدين مع بعض وفاضيين وبيتكلموا في موضوع مشترك اللي هو شغلهم، فينشأ بينهم أكثر مما ينشأ بين الزوجين من مودة. مين يقبل على شرفه المصري، بلاش الإسلامي خالص، من يقبل على شرفه الصعيدي، من يقبل على شرفه الاسكندراني، من يقبل على شرفه إنه امرأة تجالس رجلا لمدة 15 سنة وموضوعاتهم مشتركة وكل شيء ووقت أطول مما تقضيه مع زوجها؟ فلا بد أن نعرف أن احنا بنتكلم عن إحياء مجتمع من فساد موجود فيه، مش إحنا بنفرض عليه. لا، أنا مش هفرض عليه، ده المجتمع هو يريد هذا. أنا يا أخي الكريم ترجمة لهذا الأمل. عارف إخواننا مثلا المصورين ولا أنا أخويا وابني ولا غيره، كل واحد منهم يغار على زوجته، يغار على ابنته، يغار، لكن المجتمع بيفرض عليه غصب عنه أن هي تبقى طالعة في الميكروباص بطريقة معينة. فإحنا نريد أن نرد للمرأة كرامتها. وأنت تعلم أننا دين يقول لا تمنعوا النساء من المساجد، ويجعل لهن التعلم، ويخلي لهم مكان خاص بهم لو عايزين، ويوم متعلق بهم لو عايزين، وتشهد الجماعات وتشهد الجمع وتشهد الأعياد، وفي المسجد خلف صفوف الرجال وبدون حائل ولا حاجز أصلا. دين عظيم، لكن مش الذبيحة اللي أقدمها بقى أن أنا أذبح كرامة الناس. طبعا فضيلتك متعود على تفسير الناس لما تقوله بطريقة مختلفة. الآن أنا قد يفهم إنه الشيخ حازم أول ما حيتولى سيفصل النساء عن الرجال في الدوائر الحكومية
وفي المؤسسات. طبعا أنا سأسعى إلى هذا، ستسعى لذلك. ولكن ليس بالضرورة أنه أنا هتولى يوم الاثنين الثلاث ده هيحصل، ولكن لابد أن يبدأ يعني توجيه إلى الإدارة أنه يعني يا جماعة ما ينفعش إهدار إذا وخصوصا أنا مش عايز أقول يعني إذا طلبت، لأن الشرط ده مش مظبوط يعني، إنما وخصوصا إذا المرأة هي اللي نفسها، ده هي التي تتمنى، هي اللي بتقول وبيمنعوها، هي تتمنى زوجها يتمنى، ولو تقدر تقعد في البيت كانت هتقعد. فأنا لا شك أنني لن أسمح بهذه العربدة في المواصلات، يحصل تحرش في الدوائر الحكومية، يبقى في حنان بالناس، في رفق، في رعاية، لأنه الناس دي لهم كرامة. تمام. في الدوائر الحكومية معروف ممكن غرف تخصص، لكن طيب في المواصلات كيف ستفعل؟ ما هو السبيل؟ هيبقى في باص للنساء وباص أبسط ما يكون، شيء بسيط ليس فيه مشكلة، ولمن يريد. افرض واحد بقى معه زوجته وابنه وبنته، فهم رجال على النساء وعايزين يركبوا مع بعض في وسيلة ما، إنما يبقى فيه الإمكانية إن لو امرأة، النساء في المترو بيتسابقوا على سيارة النساء لأنها شايفة كرامتها فيها. هم دول تيار إسلامي؟ مش تيار إسلامي، دي واحدة عايزة توصل بيتها وهي كريمة، مش عايزة توصل مهانة. مكن الناس من كرامتها، خلي بس خلي بنتي وهي بره ما ترجعش باكية، إنما يحدث أن يعود، والناس كلها عارفة كده، ده لا تيار إسلامي ولا أيديولوجية ولا فكر ولا شيء، تعود الفتاة إلى البيت باكية. مين عنده كرامة؟ فين الحاكم اللي عنده كرامة، اللي عارف إن مثلا في اليوم الواحد في 100,000 فتاة بترجع البيت باكية وهو سايبها كده كل يوم؟ راقبوا هذا الراكب المكسيكي يصعد حافلة مخصصة للنساء فقط في شوارع مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. يمنع على متن هذه الحافلات الاختلاط بالرجال. إنها أفضل وأحدث طريقة لمكافحة التحرش اليومي بنساء العاصمة المكسيكية اللواتي يعانين من التحرش بصمت. لم تنفع معه الشكاوى المتكررة لأقسام الشرطة. الآن أصبحت حياة السائق خوسيه أكثر سعادة منذ تعيينه لقيادة الحافلات المخصصة للنساء، لكن ما زالت ذكرى الاعتداء على إحدى قريباته على متن الحافلة ماثلة أمام عينيه. يؤلمني تذكر ما حدث ذلك اليوم، وأبكي كلما تذكرت. ذلك اليوم اعتقل المعتدون وأطلق سراحهم بسرعة بسبب الرشوة. حالات التحرش والاعتداء على النساء في المكسيك على متن حافلات النقل العام بلغت حدودا لا تطاق، فقررت منذ عدة أشهر بلدية مكسيكو سيتي تجربة جديدة تقوم على مبدأ فصل الرجال عن النساء وتخصيص حافلات نقل للنساء فقط. تعمل هذه الحافلات على 22 خطا في مدينة شاسعة الأطراف. تقول المسؤولة عن الحافلات المخصصة للنساء في إدارة العاصمة إن التجربة نجحت بعيد إطلاقها، وإن معاناة النساء الصامتة انتهت الآن، ذلك أن 3 ملايين امرأة تصعد هذه الحافلات الخاصة بهن يوميا وبكل أمان. احتج بعض الرجال على موقعنا الإلكتروني وقالوا إن قرار منع الاختلاط وتخصيص حافلات للنساء فقط تمييز. نعم إنه تمييز، ولكنه تمييز إيجابي. تجربة الحافلات الخاصة بالنساء فقط مستمرة الآن في العاصمة مكسيكو سيتي. تنساب الحافلات يوميا بهدوء، وتعود الرجال، كما تراجعت شكاوى النساء من التحرش لدى أقسام الشرطة. هذا ثالث يوم أركب هذه الحافلات المخصصة للنساء، وهي أفضل بكثير من الحافلات المختلطة مع الرجال، فبعضهم يتحرش بالنساء بشكل مقزز. حققت النساء الآن في العاصمة المكسيكية بالفعل مزيدا من الحقوق مع برنامج الحافلات الخاصة. نجاح هذا البرنامج الذي بدأ قبل أشهر قليلة فقط يدفع مجلس البلدية المحلي للتفكير في توسيعه إلى باقي المدن المكسيكية. ربما قريبا نرى هذا البرنامج ومثيلا له في باقي عواصم أمريكا الشمالية. هناك أيضا في الدول المجاورة للمكسيك النساء يعانين أيضا من التحرش لفظا وسلوكا. ناصر حسيني، الجزيرة، مكسيكو سيتي. ناصر حسيني، الجزيرة، مكسيكو سيتي، المكسيك. The co-ed school today
is a very peculiar world, where what really counts is who's cute and who likes who. Dr. Leonard Sachs put aside his medical career to dedicate himself to promoting single-sex education in the United States. Today, he's being invited all over the world to talk about the benefits of single-sex classrooms. The best way for the boys is not the best way for the girls. The best way for the girls is not the best way for the boys. Dr. Leonard Sachs, author of Why Gender Matters, says the solution? Split them up. Why does gender matter when it comes to learning? The brain research is showing us quite clearly that the brains of girls and boys develop along different trajectories. The surprising finding is that the co-ed classroom ends up disadvantaging both girls and boys. Separating kids by gender, how is that different from racial segregation? Racial categories are socially constructed. You can't look at a piece of brain tissue under the microscope and tell me whether it came from a white person or a black person, but you can look at a piece of brain tissue under the microscope and say whether it came from a woman or a man. We have to be aware of not just how boys and girls differ physically, but how they differ as far as how they learn. I have never seen a group of young women more sure of themselves, more outgoing, more interested in the world around them. When it's all girls, some certain boundaries come down and people are just really open to being themselves. They know who they are. They can finish the sentence that starts with, I am good at. It's important that girls feel secure as girls. I think being surrounded by girls, they feel very comfortable in the classroom. There's no reason to think, oh, well, maybe I'm not good enough for this or whatever because you're all the same because you're all girls. No one is concerned about wearing makeup, no one is concerned about how their hair looks in the morning. You really are just at school to learn. I know sometimes I wake up in the morning and I don't even care what I look like. I just roll out of bed, throw on my uniform and come to school. Boys and girls learn in significantly different ways. They can learn in a way that suits their style, and they can make friendships that are deep and lasting. It does create a bigger friendship and bond with everybody. Talking to my friends that go to co-ed schools, you don't really have that same connection. I used to go to a co-ed school and I found that boys were really distracting. My friends in the co-ed schools, they always feel like they need to impress the boys and they need to be self-conscious. Quite evidently, there's just fewer distractions in a single-sex environment than there would be in a co-ed environment. So you're with other young women who are there for the exact same reason as you, to learn. Just the spirit of kind of girls can do anything is really a powerful one at the school, and I think it really empowers all the students here to just really become involved. All the sort of stereotypes of male-dominated things are cut down because girls are doing everything. I don't think that the same thing could be achieved at a co-ed institution because it's so much easier to get lost when you're not the main focus. If you want to be focused on your work but still have fun, I think single-sex school is really great. More and more you'll see in single-sex schools that efforts are being made to help girls lead socially balanced lives. I'm pretty happy that my mom chose this place. Going to an all-boys school is really about exploring new areas, trying new things, and getting to know yourself better. Your kids would learn more, you wouldn't be as distracted with having girls. I feel like here I understand almost my full potential. We learn very differently also. I mean, the minds work differently, we understand things differently. You're definitely able to be more yourself, and that just brings up confidence. It's actually really great. I mean, you can wake up in the morning, not have to really worry about how you look. One thing for sure is that you're a little bit more comfortable in the environment. You don't got to worry about the girls that you might like or you want to look good in front of. President Bush, Secretary of State Rice, former Vice President Al Gore, Senator John Kerry, and Minority Leader Nancy Pelosi all attended same-sex schools.